الفكره ان اكون موظف؟ ما انا اشتري دماغي وافتح حاجه لنفسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وانت بتتفرج على قناه فهمني. فكره القناه ان انا اقرا كتاب وافهمه بحيث ان انا اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناه. في الفيديو ده يا صديقي هنتعرف على اصحاب المهن الحره، مين هم وايه الصفات اللي بيتميزوا بيها، وهل لما اعرف ده كله ده هيخلينا اتنقل من عقليه الاي لعقليه الاس، وايه هي عيوب الفئه ديت. فيلا حضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. فكرت في مره انك تكتشف موهبتك وتشوف الحاجه اللي انت حاببها وشاطر فيها، ولو جات لك الفرصه هتبدع فيها؟ اكيد فكرت صح؟ في مننا خد الخطوه يا صديقي وقرر ان هو يشتغل الحاجه اللي بيحبها وينجح فيها، ودولت اللي بنقول عليهم اصحاب المهن الحره. مين دولت بقى اصحاب المهن الحره؟ الدكتور، المهندس، اليوتيوبر، المبرمج، الفريلانسر، السباك، النجار وغيرهم كتير. ودولت من انبل المهن اللي موجوده في حياتنا دلوقتي. واحد يسالني هو ايه الفرق ما بين الموظف وصاحب المهنه الحره؟ هقول لك الموظف شغال في شركه معينه وليه 8 ساعات في اليوم لازم يشتغلهم، يا اما زادوش وليه مرتب ثابت بعيدا عن الاوفر تايم. اما صاحب المهنه الحره فهو حر نفسه، بيشتغل وبيوقف شغل زي ما هو عاوز وفي اي وقت هو عاوزه، ولو هو محتاج فلوس فهو بيزود في عدد الساعات اللي هيشتغلها عشان يجيله فلوس اكتر. بدل شغل 8 ساعات هيشتغل 12 ساعه، وفي يوم ممكن ما يشتغلش اصلا بس في ظروف بتحكم. افتكر النقطه دي عشان هنرجع لها تاني. من هنا ننتقل لسؤال جديد، ايه الصفات اللي بيتميز بيها اصحاب المهن الحره؟ طيب هو ممكن سؤال قبل ما تجاوب على السؤال، هو انا هستفاد ايه لما اعرف الكلام ده كله؟ هو انت لسه ما فهمتش اي حاجه من اللي انا عمال اشرحه لك في الفيديوهات اللي فاتت؟ ومع ذلك هقول لك بس انصحك تشوف الفيديوهات اللي فاتت لو انت ما شفتهاش، ولو انت شفتها يبقى انت اكيد عارف ان في 4 فئات، الاي والاس والبي والاي. ولو تفتكر انا قلت لك ان احنا بنحاول نفهم كل مربع بيفكر ازاي عشان ننتقل من فئه لفئه تانية عشان عقلنا يتطور ونوصل للي احنا عاوزينه. عشان ما ينفعش اتنقل على طول من الاي للاي او من الاي للبي، لازم امر بمراحل عشان ما اقعش بسرعه. تعالى بقى بسرعه قبل ما تفكر تاني. الدكتور، تفتكر ايه الصفات اللي بتميز بيها؟ ايوه، ان هو طبيب شاطر وبيحاول يطور من نفسه وبيبحث عن الكمال دايما، وفي صفات تانية كتير. المهندس نفس النظام، والمبرمج برضه نفسه. هتلاقي ان اصحاب المهن الحرة مشتركين في نقاط محددة. ايه بقى هي النقاط المحددة دي؟ دايما عاوز يبقى رئيس نفسه، محدش يتحكم فيه. عنده شعار افعلها بنفسك دائما، محدش هيعرف يعمل الشغلانة ديت احسن مني. البحث عن الكمال يا صديقي وما بيحبش الرقابه عليه. جينا بقى للنقطه المهمه، ايه العيوب اللي بتواجههم وازاي في منهم بيقدر يسيطر عليها؟ اسيبك بقى تفكر شويه ومستنيك في الحلقه اللي جايه. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.